لقاء العمالقة المصنف الأول في الوطن العربي باسم أمين ضد المصنف الثاني في الوطن العربي سالم عبد الرحمن. بيتقابل كل من سالم عبد الرحمن وباسم أمين في الجولة الثامنة من أولمبياد الشطرنج 2024. سالم عبد الرحمن هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2631 وبيمثل دولة الإمارات، والإمارات لحد دلوقتي في البطولة معاها 8 نقاط بس، ضد باسم أمين اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2636 وبيمثل مصر، وبرضه مصر في البطولة معاها 8 نقاط. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل في الموقف ده. يقرر سالم انه يقدم البدء بتاعه في الدي 4، فباسم يروح طالع بالحصان في الاف 6 وكده هيلعبوا كينجز انديان، فيرد الابيض يروح مقدم البدء في السي 4، الاسود يروح مقدم البدء في جي 6 تحضيرا انه ينتشر بالفيل، تحضيرا انه يبيت. الابيض ينتشر بالحصان، الاسود ينتشر بالفيل، فالابيض يروح مقدم البدء في الاي 4، فالاسود يقدم بدء الدي 6 علشان يمنع زقه الاي 5، فيرد الابيض يروح مقدم البدء في الاف 3، الاسود يروح مبيت، الابيض ينتشر بالفيل في الاي 3. بعد كده باسم يقرر انه يقدم البدء بتاعه في السي 5، فسالم يروح منتشر بالحصان في الاي 2، باسم يطلع بالحصان، بعد كده سالم يروح مقدم البدء في الدي 5، بيهدد انه ياكل الحصان اللي موجود في السي 6، فالحصان يروح متحرك في الاي 5، يرد عليه سالم عبد الرحمن ويروح منتشر بالحصان في الجي 3، بعد كده باسم يروح مقدم البدء في الاي 6، الابيض ينتشر بالفيل، بيحضر في الخطوات الجايه انه يبيت، الاسود يرد عليه ويروح واكل البدء الموجود في دي 5، بعد كده الابيض ياكل بالبدء، فالاسود يرد ويلعب اخر نقله من الافتتاحيه في الموقف ده ويروح طالع بالبدء بتاعه في البي 5، فيكمل سالم ويقرر انه ياكل البدء اللي ببلاش الموجود في البي 5، فيرد باسم ويروح لاعب الطابيه بتاعته في البي 8، بيهدد انه ياكل الحصان اللي موجود في البي 5، بس مفيش اي خوف عشان الحصان ده محمي عن طريق الفيل اللي موجود في الاي 2، فالابيض يقرر انه يبيت. تقول لي ايه ده؟ هو ليه ما اكلناش كمان بيضه ببلاش وتاكل البيضه اللي موجود في الاي 7؟ الفكره هنا اللي انت لو اكلت البيضه الموجود في الاي 7 تسلم وتخسر، علشان الاسود هيرد عليك ويروح لاعب الوزير بتاعه في الاي 5، بيعمل تشيك للملك وبيعمل الفورك الجميل على الحصان والملك، تتحرك بالملك في اي مكان فتخسر الحصان، فاللاعب الابيض رد وراح مبيت علشان يحضر انه ياكل البيضه الموجود في الاي 7، فباسم يرد عليه ويروح مقدم البيضه في الاي 6 بيهدد انه ياكل الحصان، الحصان يرجع في السي 3، ودلوقتي البيضه اللي موجود في البي 2 مش محمي، فيرد باسم ويروح واكل البيضه اللي موجود في البي 2، سالم يروح لاعب الوزير في السي 1 بيهدد انه ياكل الطابيه الموجوده في البي 2، وكمان بيدعم الفيل اللي موجود في الاي 3، فالطابيه تروح متحركه في البي 4، بعد كده سالم اقصد يروح لاعب الفيل بتاعه في الاتش 6، باسم يروح واكل الفيل، سالم يروح واكل بالوزير، بعد كده باسم يروح لاعب الطابيه بتاعته في الاي 8، فيكمل سالم ويقرر انه يقدم البدء في الاتش 3، باسم يتحرك بالملك في الاتش 8، بيحضر انه يلعب الحصان بتاعه في الجي 8 علشان يقول للوزير ده ابعد عن مربع الاتش 6، بس كده كده كابتن سالم يقرر انه يرجع بالوزير بتاعه في السي 1، باسم يروح مقدم البدء في السي 4، طبعا هنا انت ما تقدرش تاكل البدء ده بسبب حمايه الطابيه، وانا بحضر في الخطوات الجايه اللي انا العب الوزير بتاعي في البي 6، انتشر بالوزير بتيمبو تشيك على الملك الموجود في جي 1، فاللاعب الابيض يقرر انه يتحرك بالملك بتاعه في الاتش 2 علشان لما تطلع بالوزير هنا ما تبقاش عامل تشيك على الملك الموجود في جي 1، فالمهم ان اللاعب الاسود يقرر انه يقدم البدء في الاي 5، بيحضر انه ينتشر بالفيل مثلا في الاي 6 ويحمي البدء اللي موجود في السي 4، فاللاعب الابيض يرجع بالحصان بتاعه في الدي 1، بعد كده اللاعب الاسود يروح مقدم البدء في الاتش 5، بيحضر هو كمان هنا انه يقدم البدء في الاتش 4، وساعتها هتبعد الحصان ده، فالحصان ده يقدر يتحرك فين بعد كده؟ يعني هو ما يقدرش يجي هنا يتكل عن طريق البدء، واي مكان من الاماكن دي طبعا ما يقدرش يتحرك فيهم، فبالتالي هيروح راجع في الاتش 1 وهيبقى في مكان سيء جدا، فاللاعب الابيض يقرر انه يتحرك بالوزير بتاعه في سي 3. فايه فكره نقله الوزير في سي 3؟ هو هنا بيسيطر على الدياجونال ده، ففي افكار عند اللاعب الابيض ان الوزير اللي موجود في الدي 8 لو اتحرك من مكانه في المستقبل ساعتها الحصان اللي موجود هنا مش هيبقى محمي، ففي افكار عندي اللي انا ممكن اقدم البدء بتاعي في الاف 4، اهدد اللي انا اكل حصان، الحصان يرجع، اي نعم بيحمي الحصان اللي موجود هنا، بس انا هبقى عامل بن على الملك والحصان اللي موجودين في الاتش 8 واللي موجود في الاف 6، فعلشان كده اللاعب الاسود اول لما شاف الوزير بيتحرك في سي 3 قرر انه يلعب افضل نقله ويتحرك بالملك بتاعه في جي 8، فاللاعب الابيض يروح لاعب الحصان في الاي 3. ايه فكره نقله الحصان؟ دلوقتي انا بهدد ان انا اكل البدء الموجود في السي 4 عن طريق الحصان، عن طريق الوزير، عن طريق الفيل، انت مش حمي غير عن طريق الحصان وعن طريق البدء، يبقى احسن نقله ليك ايه؟ اللي انت تدعم البدء ده مثلا، صح؟ اللي انت مثلا تطلع بالفيل بتاعك في الاي 6، او اللي انت تلعب الوزير بتاعك في سي 7، بس كابتن باسم يقرر في الموقف ده انه يلعب اول غلطه ليه في الجيم ويروح لاعب الوزير بتاعه في البي 6،
وهنا نقف شويه. دلوقتي احنا عرفنا ان نقله الوزير في البي 6 نقله غلط بسبب اللي انت بتخسر بيدق، فعلشان كده اللاعب الابيض لعب افضل نقله واكل البيدق اللي موجود في السي 4، وكمان بيهدد انه ياكل الوزير الموجود في البي 6. بس السؤال هنا، هل تعتقد ان انت ممكن تخسر جيم بسبب اللي انت خسرت بيدق بس؟ يعني هل من المنطقي ان انت تخسر جيم كامل بسبب بدأ؟ ده اللي احنا هنشوفه في النقلات الجايه. دلوقتي في حد فيهم هيخسر، احنا مش عارفين هو مين. الاتنين هيفضلوا يلعبوا افضل النقلات، وهتكتشف ان في واحد بيخسر فيهم بكل سلاسه كده وانت مش فاهم ازاي. تمام، تعال نشوف. في الموقف ده يقرر باسم امين انه يلعب افضل نقله ويحرك الوزير بتاعه في سي 5. الفكره هنا ايه؟ ان هو ضاغط على الحصان الموجود في سي 4 عن طريق الوزير، الطابيه والحصان، وانت مش حاميه غير عن طريق الفيل بس والوزير. ولو فكرت ان انت تحمي الحصان بتاعك وتحركه في اي مكان، مثلا في اي مكان زي كده، هتخسر الوزير اللي موجود في سي 3. فيقرر اللاعب الابيض انه يلعب افضل نقله ويروح محرك الطابيه بتاعته في سي 1، بيدعم الحصان اللي موجود في سي 4. باسم يروح مقدم البيدق في الاتش 4، بيهدد انه ياكل الحصان. الحصان يروح متحرك في الاف 1. بعد كده باسم يكمل ضغط ويروح لاعب الفيل بتاعه في الاس 6، بيهدد انه ياكل الحصان دلوقتي عن طريق الفيل، الحصان، الطابيه، الوزير. ضغط كبير جدا على اللاعب الابيض. بس سالم يخرج من الضغط ده كله عن طريق ان هو يلعب افضل نقله في الشكل ده ويروح واكل الحصان الموجود في الاي 5. ايه الفكره وليه دي افضل نقله؟ الفكره هنا اللي انت تقدر تاكل الحصان ده، بس انت هتخسر الوزير اللي موجود في السي 5. فكده احسن نقله واللي باسم لعبها انه اكل الوزير، يرد عليه سالم ويروح واكل الوزير عن طريق الطابيه. دلوقتي انت تقدر تاكل الحصان وتعوض خساره الحصان بتاعتك، صح؟ بس انت لو اكلت الحصان فانت هتخسر الفيل اللي موجود في الاي 6. فهنا باسم ما اكلش الحصان اللي موجود في الاي 5 وراح اكل الفيل اللي موجود في الاي 2. يرد عليه سالم عبد الرحمن ويروح لاعب الحصان بتاعه في سي 6، وبيهدد انه ياكل الطابيه الموجوده في البي 4. فهنا باسم يفكر ويفكر وما يحميش الطابيه اللي موجوده في البي 4، ويقرر انه ياكل الحصان اللي موجود في الاف 1. وتخيل معايا ان دي افضل نقله. اللاعب الابيض يروح واكل الطابيه، بعد كده باسم يروح واكل الحصان عن طريق البيدق، وبيهدد انه ياكل الطابيه اللي موجوده في سي 3. وهنا لو انتوا بصيتوا شويه هتلاقي ان اللاعب الاسود معاه حصان وفيل وطابيه قصاد طابيتين، يعني في انتشار غير ده. فاللاعب الاسود هو اللي المفروض احسن، بس اللاعب الاسود هنا مش احسن خالص. هنا اللاعب الاسود بيهدد انه ياكل الطابيه اللي موجوده في السي 3، فاللاعب الابيض راح متحرك بالطابيه في السي 6. تمام، كان طبعا قدام اللاعب الابيض ان هو ياكل الفيل ده ببلاش في الموقف ده، بس ساعتها الاسود هيروح واكل الطابيه والابيض هو اللي بيخسر، فعشان كده هو راح محرك الطابيه بتاعته في سي 6. دلوقتي انا بهدد ان انا اكل الفيل ده، فانت لازم تحركه. فاللاعب الاسود راح محرك الفيل بتاعه في الاي 2. الابيض راح اكل البيضه اللي موجود في دي 6، وكمان بيهدد انه ياكل الحصان اللي موجود في الاف 6. فالحصان راح متحرك في الاتش 5. بعد كده اللاعب الابيض راح متحرك بالطابيه بتاعته في البي 6 علشان ياكل كمان بيدق في الشكل ده، وهو البيدق اللي موجود في البي 4. فاللاعب الاسود راح متحرك بالطابيه بتاعته في السي 8. بعد كده الابيض راح مقدم البيدق في الدي 6. ما استعجلش انه ياكل البيدق ده، هو بيهمه دلوقتي انه يقدم البيدق ويرقي. اللاعب الاسود يلعب افضل نقله ويتحرك بالملك بتاعه في جي 7، فيرد الابيض ويروح واكل البدق. وبعد كده الاسود يروح متحرك بالحصان في الاف 4. فيكمل سالم ويروح لاعب الطابيه بتاعته في البي 1. باسم يروح لاعب الطابيه في السي 2. سالم يروح طالع بالطابيه في البي 2. هنا طالب تريد طابيه الطابيه، طبعا مش من مصلحه اللاعب الاسود ان هو يكسر، فهو قرر انه يحرك الطابيه بتاعته في السي 1. والحمد لله الفيل ده محمي عن طريق الحصان، فاللاعب الابيض رد عليه وراح مقدم البدق في الاي 5. وخلاص الوضع مأساوي للاعب الاسود. فهنا في بدق قدامه خطوتين ويترقى، بدأ سفاح كمان هيخش في السكه وهيترقى. المهم ان اللاعب الاسود يقرر انه يلعب الفيل بتاعه في السي 4. افكار بقى انه ممكن يلعب الفيل في الاي 6، ولو قدمت البدق ساعتها هاكل، بس سالم ما يسمحلوش اصلا الفكره دي ويروح مقدم البدق خلاص في الدي 7. خلاص الخطوه الجايه اللي انا ارقي البدق ده لوزير. فاللاعب الاسود يلعب الحصان بتاعه في الاي 6 علشان لو قدمت البدق ساعتها اروح واكل البدق ده بالحصان. فاللاعب الابيض يروح لاعب الطابيه بتاعته في الدي 2. الفكره هنا اللي انت اللي انا بحضر اللي انا اقدم البدق، انت تاكل بالحصان، انا اروح واكل بالطابيه وانا بكسب حصان في الموقف ده. فاللاعب الاسود يرد ويروح مقدم البدق بتاعه في جي 5. فيرد عليه سالم ويروح لاعب الطابيه بتاعته في البي 6. وخلاص دي كانت رصاصة الرحمة علشان يقرر كابتن باسم أمين إنه يستسلم.
طيب ليه كابتن باسم قرر ان هو يستسلم في الموقف ده؟ علشان هو دلوقتي خلاص بيهدد انه ياكل الحصان، والبدأ ده هيترقى الوزير، فاحسن قال لك ان انت تلعب الحصان بتاعك هنا عشان تمنع ان البدأ ده يترقى، صح؟ ساعتها هيرد عليك ويروح لاعب الطابيه في السيت. تطلع بالحصان هنا، ساعتها هرد عليك واروح لاعب الطابيه بتاعتي في اليت. خلاص انا عاوز يعني عاوز ارقي البدأ ده الوزير، فانا هنا اضحي بالطابيه بتاعتي واكل الحصان، انت تاكل بالبدأ، تاكل بالفيل، اي قطعه انت حابب تاكل بيها. البدأ ده بيترقى في الخطوه الجايه. طبعا وضع الاسود مأساوي. طبعا ساعة البلندر انا قلت لكم ان اللاعب الابيض والاسود لعبوا افضل النقلات. تعال نبص حتى للتحليل نفسه، يعني كل دي النقلات اللي كانت بالبوك مفيش اي مشاكل. اخر نقلة اكل، طلع بالطبيعي، قدم البيضة. افضل نقلة، افضل نقلة، افضل نقلة، افضل نقلة، افضل نقلة، يعني نقلات انوكريسي بس مش مهمة. دي ميزدون تمام، اتحرك بالطبيعي، اتحرك بالحصان. ودي النقلة البلندر الوحيدة يعني بالوزير في البي 6 الوحيدة. تمام، فهنا ده أكل بالبيضة. أفضل نقلة لعب الوزير، أفضل نقلة رجع بالطابية. بص، أفضل نقلة أكل 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 أكل، اتحرك، أكل أكل، اتحرك. يعني أفضل نقلة، كل نقلة هي أفضل نقلة. نقلة واحدة بس، نقلة واحدة بس هي اللي ودت الجيم في داهية، هي نقلة الوزير في البي 6. النتائج ما بين الفريق المصري والاماراتي كالاتي: 3-1 للفريق الاماراتي، فخلص جيمين مكسب وجيمين تعادل. وبس كده كده هنكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.